السلام عليكم. هذه رسالة موجهة لسيد عزيز غالي، وهذه الرسالة مضمونها غادي يكون واضح. أن تكون رئيسا للجمعية لحقوق الإنسان هذا إنجاز لك، والله يكمل بالخير. جمعية مغربية لحقوق الإنسان يعني أنها تهتم بحق المواطن المغربي في عيش حياة كريمة وسط بلده. سدات مدام ما كاين حتى شي حاجة واحدة أخرى، يعني كتحاول أنك تحارب الفساد، كتحاول أنك تفضح المستور، كتحاول أن المواطن المغربي يعيش في وضعية اللي هي أفضل، أن الحقوق ديالو ما تهضمش. هادشي كامل حنا متفقين عليه. انا بغيت نفهم ملي كدوي على القضيه ديال الصحراء اللي هي قضيه وطنيه، اللي مشاو 350 الف واحد في 1975 باش يسترجعوا الصحراء المغربيه اللي هي مغربيه بالبيعه وبالمواثيق الدوليه، وكاين فيه مشكل اللي كان واحد المشكل مفتعل وحنا باقيين كندفعوا الثمن ديالو. تجي تقول باننا كنا مع تقرير المصير، هذا شيء غريب، والاغرب انه كتكلم على حل يرضي جميع الاطراف. نقدر انا نعتبر التدخل ديالك يكون في محله الا قلتي بان هذوك المغاربه المحتجزين في تندوف من حقهم انهم يعيشوا حياه كريمه تحت ظل الوطن. تما غنقول هذا السيد كيفكر في المغاربه ديال الداخل، وكيفكر حتى في المغاربه محتجزين في تندوف وباغي لهم المصلحه ديالهم. اما انك تكون كتكلم على المغرب وباسم المغرب، وباغي المغرب يكون حسن، وباغي المواطن المغربي يكون حسن، وانت لابس براسلي صفر ديال حزب الله ديال المقاومه الاسلاميه في لبنان، انا كتجيني هذه القضيه غريبه. اذا كان هي المساله ديال حقوق الانسان، المساله ديال حقوق الانسان مهضومه في الكثير من بلدان العالم. تقدر تضمن مع الايغور اللي كاينين في الصين وعندهم مشكل اللي هو كبير، تقدر تضامن مع الناس اللي عندهم مشاكل في دول اخرى، مع اللاجئين السوريين اللي عندهم مشاكل حقوق مهضومه، تقدر تضامن مع الكرد، تضامن مع كل شيء، ضرب براسليات ديال كل شيء. اما انك تكون لابس واحد البراسلي اللي هو علاقته وطيده بالمحور الايراني المعادي للمغرب، واللي كنعرفوا كاملين بانه ايران كان عندها واحد التدخل، وبان هذوك الناس دائما ما كانوا ضد المغرب، فهذه المساله تدعونا الى الشك. المساله لا تناقش بالنسبه للمغاربه. الصحراء مغربيه، ناس بداوها بروحهم وبدمهم، وكاين هناك جنود مرابطين وكيحاولوا ما امكن بانه السلم والسلام يبقى في المنطقه. المغرب اول بلد يحاول ان يتفادى الحرب. اما انت تقول لي يكون عندك واحد لو ديسكور، ولا يكون عندك واحد الخطاب ديال الخيانه ما بين قوسين، وما كاين حتى شي تفسير واحد اخر باش تقول لي لتفادي الحرب. حنا متفادين الحرب من شحال هادي، وكاين هناك وقف اطلاق النار، وكنردوا على الاستفزازات، حتى شي حاجه واحده اخرى. فكنظن بانه الجمعيه لحقوق الانسان يمكن لها انها تتطور، وانها يكون عندها دور مهم في اطار حقوق المغاربه وسط بلدهم. اذا كانوا هناك تجاوزات، حنا عارفين بانه كاين مشاكل، ولكن باش تجي تتكلم على قضيه الصحراء بهذيك الطريقه ويكون عندك انتماء ما بين قوسين لكيان خارجي، هادشي غير مقبول. السلام عليكم.